بربع كيلو من اللحمة بس هتطلعي كيلو من الكفتة. طعمها حلو جدا، وكمان بتتاكل بكذا طريقة، بالصلصة، بالشوربة، ممكن تتاكل مقلية في سندوتشات. حلوة جدا جدا، تستاهل انك تجربيها، الكبيبة الغمراوي او الكفتة الغمراوي. هنعملها مع بعض بأبسط المقادير، هخليكي تطلعيها حلوة جدا جدا، مش هتفك منك خالص. كل اللي هيدوقها هيسألك على طريقتها. شوفوا معايا لونها وجمالها، لونها حلو، طعمها حلو، ريحتها قلب البيت كله. بمقادير بسيطة قوي، ربع كيلو من اللحمة بس وهتطلعي الجمال ده كله. يلا بينا ندخل على المقادير ونسمي الله ونشوف عملنا ايه مع بعض. في الكبة بتاعتي انزل في الاول بربع كيلو من اللحمة، وبعد كده ننزل عليهم بكوباية من الخضرة، شبت على بقدونس على كزبرة، كوباية، وقطعيها كده في الكبة بحيث تساعد الكبة بتاعتك انها تفرم الخضرة كويس. قطعتهم كده فوقها، وبعد كده نزلت ببصلاية ونص، المفروض بصلاية وسط، هي كانت صغيرة فحطيت بصلاية ونص، وحوالي 4 فصوص من الثوم. وبعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة من الفلفل، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من البابريكا، وكمان مرقة دجاج أو مرقة فورية، وربع معلقة كمان من البيكربوناتو أو البيكنج صودا، ونحطهم على بعض في قلب الكبة، ونبدأ نفرم كويس قوي قوي لحد ما اللحمة والخضرة والبصل والثوم كل المكونات تدخل في بعضها كده وتكون لي عجينة ناعمة. طبعا بشغل وبريح الكبة شوية وارجع اشغلها تاني علشان نحافظ على عمر الكبة بتاعتنا. فرمتهم بقى كويس قوي ونزلتهم في بولة، وبعد كده هبدأ احط باقي المكونات بتاع الكوبيبة بتاعت النهاردة. في نفس الكبة مكان اللحمة نزلت بنص كيلو من الرز المصري، مغسول ومنقوع حوالي نص ساعة، مش اقل من ربع ساعة، يعني من ربع ساعة لنص ساعة. نزلت في مكان اللحمة في قلب الكبة، وبدأت افرمه كويس قوي. طبعا لازم يكون منقوع عشان يبقى سهل الفرم، انا مش عايزاه افرمه يبقى بودر، انا عايزاه يبقى وسط. هنا اخدت الفرمة بتاعته، وبعد كده نزلت بقى باللحمة عليه، وبدأت افرمهم سوا مع بعض في الكبة. طبعا ممكن تعملي الخطوة دي بره، يعني تفرمي الرز وتفرمي اللحمة وبعد كده تاخديهم بره وتبدأي تعجنيهم بايديكي، بس طبعا الكبة اسهل بكتير. الكبة لقيتها بقى مش ماشية معايا قوي، بدل ما احط بقى شوية مية تمشيها، حطيت حوالي 3 معالق من الهريسة، هريسة الفلفل، هريسة البرد، طبعا ممكن تحطي هريسة شطة. حطيت 3 معالق من الهريسة، مشيوا للكبة وسهلوا عملية الفرم. ما اخدتش حوالي 5 دقايق كانت الكوبيبة بتاعتنا جاهزة. وعايزة اقولك كمان ان الهريسة ادتها طعم حلو قوي قوي، وكمان اللون الاحمر في الكفتة كان مديها لون وشكل حلو. بصوا هنا خلصت بقى الفرم كله، وصلت للقوام والمطه اللي انا عايزاها. ممكن تسيبيها تريح في التلاجة بقى حوالي 10 دقايق قبل ما تبداي تشكليها، بس ممكن تعمليها زي ما انا عملت كده على طول بشويه زيت، وبدات اشكلها. وبعد كده بعد ما بخلصها متشكله بحطها في التلاجة تريح حوالي 10 دقايق ربع ساعه كده، وبعد كده بقى هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. ولو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. طبعا بقى بتشكليها على حسب ما انت عايزة، هي دي الطريقة الأصلية بتاعتها، بتتشكل دواير كده، سمكها ما يبقاش عالي قوي. ممكن تشكليها دواير، ممكن تشكليها صوابع زي كفتة الرز كده، بس عايزة اقولك دي ريحتها حلوة قوي، الريحة بتاعتها مميزة كده وتتاكل نية والله العظيم. بربع كيلو بس من اللحمة عملنا كل الكمية دي. طبعا لو عاوزة تضاعفي بقى كمية اللحمة، يعني لو عايزة تحطي نص كيلو من اللحمة هتستخدمي معاها كيلو من الرز، وطبعا لازم يكون منقوع علشان ما يبقاش ظاهر قوي في الكفتة لما تطحنيه. خلصت بقى كل الكمية دي، اللهم بارك، ربع كيلو اللحمة عمل لي فوق 27 قطعة كفتة، وما شاء الله اللهم بارك القطعة كبيرة مش صغيرة خالص، يعني انا مشكلاها قطع كبيرة. عايزه اقولك انها في السندوتشات مقليه كده كانت طعمها وريحتها حلوه قوي قوي. بعد بقى ما تخلص الكميه كلها في التلاجة كده تتشمع شويه، امشي بس على نفس الطريقه والمقادير دي بالظبط، وعمرها ما هتفك منك ابدا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولو حابة بقى دلوقتي تخزنيها في الفريزر زي ما هي كده، ممكن في علب بلاستيك، بس يفضل طبعا بين كل طبقة وطبقة من الكفتة نحط ستريتش راب او حتى اكياس بلاستيك، بحيث انها تبقى سهلة ان احنا نطلعها ونستخدمها على طول وهي مجمدة كده، نطلعها من الفريزر نستخدمها على طول. ويلا بينا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. في الاول بقى كده قلت اقلي كام واحدة في طاسة على النار، حطيت شوية زيت وبدأت اقليها كده. طبعا لازم اجرب في واحدة قبل ما اما اشكلها، اجرب في واحدة واشوفها فكت، كانت متماسكة في الزيت كده، وبعد كده ببدأ اكمل باقي الكمية كلها. طبعا دي انا هعمل منها النهاردة كذا نوع، هعمل المقلية وهعمل اللي في صلصة وهعمل اللي في شوربة. تابعوني وهتشوفوا كل الطرق دي مع بعض. بدأت كده حطيت شوية في الطاسة كده اقليهم. دي بقى خطيرة، انا بحب المقلية دي جدا في سندوتشات كده، بتبقى تحفة جدا مع سلطة الطحينة، خطيرة مفكتش خالص خالص. اللهم بارك، حلوة جدا. ما بحمرهاش زيادة، يعني النار وسط عليها بحيث انها تستوي معايا كويس قوي. وبعد كده طلعتها في طبق عندي، وهنشوف هنعمل بقى ازاي اللي بصلصة واللي بشوربة. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، حتى ما كشتش يعني بنفس حجمها، والزيت نضيف بعد ما خلصتها، يعني ما شاء الله اللهم بارك، الوصفة ناجحة 100%. نيجي بقى نشوف هنعمل اول صنف معانا بالصلصة ازاي. في صينية كده على النار حطيت حوالي 6 معالق من الصلصة، طبعا الكمية اللي تحبيها، ونزلت عليها بكوباية من الشوربة كانت موجودة عندي، وبهرتها كده بشوية فلفل وشوية ملح، وهحط معلقة من مرقة الدجاج عليها تديها ريحة وطعم حلو كده. ونزلت فيها بالكفتة، مش محمرة الكفتة، يا دوبك انا شكلتها سبتها في التلاجة تتشمع شوية، وبعد كده عفوا نزلت بيها في قلب الصلصة. خدت غلوتين كده وهديت عليها النار بحيث تستوي قوي قوي معايا. ونزلت مع الكفتة في قلب الصلصة بوحديتين كده من المقلية، بحيث ان انا طبعا انا اول مرة اجربها معاكم، بحيث ان انا اشوف انهي طعمها احلى، المقلية ولا اللي مش مقلية. بصراحة الاتنين روعة، الاتنين احلى من بعض. الطريقة الاصلية بتاعتها طبعا اللي مش مقلية بتنزل كده وهي مش مستوية خالص في قلب الصلصة، بس انا حبيت اجرب النوعين واشوف انهي احلى. بصراحة الاتنين احلى من بعض، اللون والقوام حلو جدا جدا، ما عملتلاش تسبيكة خالص، هي بصلصة وشوية شوربة، طعمها في حتة تانية مع شوية رز ابيض بقى وبألف هنا. بجد كل اللي هيدوقها هيسألك على طريقتها، مستوية جدا جدا، متماسكة، طعمها حلو، طرية، جوسي كده. الصلصة بتاعتها طعمها لا تستاهل تجربيها دلوقتي حالا، موفرة برضو. بصوا بقى هنا اللي انا عملتها بالشوربة، هنا بس كوباية من الشوربة نزلتها غلت على النار، وبعد كده حطيت فيها برضو من النوعين علشان نشوف انهي اطعم، والاتنين اطعم من بعض. جربوا الطريقتين دول هيعجبوكوا جدا جدا، ومتنسوش تكتبولي كومنت حلو كده زيكم ودعوة حلوة من القلب. والسلام عليكم ورحمة الله.